بالموضوع. شو فكر شوقي؟ نسوان شنو ذنبهن؟ شنو ذنبهن باللي جاي يصير كله؟ رفيق، نعم رفيق. فكرة تسلم نفسك على موت أمك وأختك هاي فكرة عظيمة، لكن أنا خايف من شيء، خايف من التعذيب وتعترف علينا. رفيق حسن ما يسويها، أنا أعرفه كل زين. احنا مخترقين من زمان. هاي حكايتك رفيق أبد ما أنساها. من راح أرجع لبغداد ما أقدر إيش قد راح أصبر بالتعذيب، لذلك شوقي أنا أطلب تغيرون مكان الإذاعة والمقر. الإذاعة القديمة عطلت بالضربة ومنتظرين أجهزة الإذاعة الجديدة. بالضبط، هذا اللي أقصده. مكان الإذاعة الجديد لازم تغيرونه، هاي أولاً. ثانياً، إذا خلوني عايش ورجعت لكم رفيق اعدموني بشكل مباشر، لأنه بوقتها راح يكونون مجنديني عليكم ضمان وجود أمي وأختي بالسجن. هذاك الوقت ما أقدر أقول لهم لا. ما أعتقد راح يخلوك تطلع. خلينا ناخذ كل التوقعات شوقي.